مدينة نيويورك بتترنح اقتصاديا. ايه اللي بيحصل؟ مدينة نيويورك بقى عندها أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتستمر وبتزيد يوم بعد التاني. السنة دي تعتبر من أسوأ السنين اللي مرت بيها المدينة. الأزمة الاقتصادية ديت بتعصف بالكثير من أصحاب البيزنس للمشاريع الصغيرة، ولكنها وصلت كمان لأصحاب البيزنس الكبير، يعني التشين ستورز أو المحلات اللي ليهم فروع كتيرة بدأت تقفل في مدينة نيويورك. في 112 محل قفلوا من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي، رقم كبير جدا. الرقم دوت بيتركز على فروع مختلفة ومحلات مختلفة، أهمها ستاربكس لوحده قفل 42 فرع، غير بقى دوين ريد وغير محلات تانية زي ستيبلز وحاجات تانية زي كده. فالمحلات ديت اللي ليها فروع كتيرة في كل حتة في أمريكا دلوقتي عندها مشكلة كبيرة داخل المدينة. القصة بتعود لاقتصاد متأزم زادت فيه تكاليف الحياة بشكل كبير في الوقت اللي الدخل نفسه ما زادش كتير. مش بس كده، في ناس كتيرة بتفقد أعمالها كل يوم وشركات بتقفل، وقصة كبيرة. كل محل من دول بيقفل بيجر العديد من الموظفين ان هم يقعدوا في البيت ويقعدوا من غير شغل. فهل هيبقى في حل قريب لأزمة الاقتصاد اللي بتعصف بكل مدينة وكل ولاية في أمريكا دلوقتي تقريبا، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.